بيبدأ فيلمنا بعربية نقل أموال وجواها الحراس بتوعها، وأثناء ما هم ماشيين بالعربية في عربية نقل بتكسر عليهم وبتقفل عليهم الطريق. وفجأة بيلاقوا الحرامية عملوا فتحة في العربية وبيحدفوا عليهم قنبلة صوت والحراس بيخرجوا لهم، وبعدها الحرامية بياخدوا الفلوس وبيحصل اشتباه غير متوقع، وواحد من الحرامية بيضرب على واحد من الحراس نار وبيقتله. وبعدها بفترة بنشوف بطل الفيلم واللي اسمه اتش وهو بيقدم على شغل في نفس الشركة بتاعت العربيات المسؤولة عن نقل الفلوس، والمدير بيقول له ان الشركه مسؤوله عن نقل الفلوس بتاعه الكازينوهات والقمار واي فلوس حرام موجوده في البلد، وان الشركه فيها 12 عربيه مصفحه وبتنقل في اليوم اكتر من 15 مليون دولار. واثناء عمليات النقل العربيه بيكون فيها 3 حراس، السواق والحارس وعامل الاتصال عشان لو حصل اي عطل فني. وبيقول له ان الشغلانه صعبه لكن الراتب بتاعها كبير، عشان كده ما بنختارش الا الناس المدربين واصحاب القدرات العاليه. وبيقول له كمان ان في 2 من الحراس اتوفوا في مهمه من فتره، عشان كده زودنا عدد الحراس. وبعد كده واحد اسمه بوليت بيجي وبيمسك الملف بتاعه وبيكون منبهر جدا بالسي في، وهو اللي هيشرف على الاختبار بتاعه. وبعدها بيبدأ الاختبار عشان يشوف كفاءته، وبوليت بيقول له انه لازم يجيب 70% من الدرجة بتاعت الاختبار عشان يتقبل. وبيبدأ يختبر لياقته وقدرته على التحمل ودقة التصويب وهو ماسك المسدس، وكمان اختبارات في السواقة. والغريب ان هو بيجيب 70% بالظبط وكأنه كان منشن على الرقم ده، فطبعا بيتقبل وبيروح اول يوم الشغل، وبوليت بيرحب بيه وبيعرفه على زمايله. وبعدها بياخد المهمة الأولى ليه في الشركة، وبيكون هيأمن عربية الفلوس اللي الشركة هتوصلها النهاردة. وبيجي واحد اسمه ديفيد واللي هيكون شريكه في عملية التأمين هو وبوليت، وبيقول له ان انا مش عاوزك تتفائل لان احنا في الشغلانه دي الفريسه مش المفترس. وبيحطوا الفلوس في العربيه وبيوصلوها والمهمه بتتم بسلاسه. وبعدها بيوصلوا للشركه، وبوليت بيقول للاتش ان راجل الامن اللي واقف على البوابه مش هيفتح الباب ويدخل العربيه الا اذا شاف السواق والحارس. وبعدها بيوروا له نفسهم وبيشوفهم وبيدخلهم، وبكده بتكون انتهت المهمه الاولى ليه في الشركه. وبعدها اتش بيحط البطاقه بتاعته مع بطايق الحراس وبيقف قدامها وكانه بيصورها، وبيخرج معاهم بالليل وبيقعدوا يلعبوا بلياردو، وبيعمل نمره على الحارس بتاع البوابه بعد ما حاول يتروشن عليه. وتاني يوم بيطلعوا مهمه تسليم تانية هو وديف وبوليت، وبيكون بوليت نازل عشان يوصل جزء من الفلوس لحانه من الحانات. ولكن ديف فجاه بيسمع صوت بوليت في اللاسلكي وهو بيتضرب، وبعدها بيسمعوا صوت واحد وبيقول لهم انهم لو ما اتحركوش على المكان اللي هو يقول لهم عليه. فديف بيتوتر وبيقول للاتش ان احنا لازم ننفذ البروتوكول بتاع الشركه ونسيبه ونمشي عشان نحافظ على الفلوس. فاتش بيقول له لا، بوليت واحد مننا واحنا مش هنسيبه ونمشي، وبيقول له يتحرك بالعربيه على المكان اللي هم قالوا له عليه. وبيوصلوا وبيلاقوا نفسهم متحاصرين بعربيه قدامهم وعربيه وراهم، وبيطلعوا بوليت من العربيه بعد ما بيكونوا اكلوه علقه موت. وبعدها واحد من العصابه بيقول لهم يفتحوا العربيه ويحدفوا الفلوس في العربيه اللي وراهم. فاتش بيقول لديف يقعد في العربيه وما يتحركش منها، وبعدها بيفتح الباب وبيبدا يحدف شنطه في التانيه، وبيروح حادف شنطه بره العربيه بقصده. فواحد من العصابه بيخرج عشان يشيلها، فالمعلم بيروح رازعه طلقه في نص دماغه، وبينزل ويبدا يموت في افراد العصابه واحد ورا التاني. وفي واحد بيهرب فبيجري وراه وبيلحقه وبيثبته وبيقول له انت مين اللي مشغلك. فالمعلم بقى بيقعد يقول له تبا لك والكلام ده، فبيتبضن منه وبيروح ضربه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه هو كمان. وبيرجع وبيكشف وشوش افراد العصابه، وبيبقى شكله بيدور على حد معين لكنه ما بيلاقيهوش. بعدها بيرجعوا الشركه بالسلامه وبيحصل معاهم تحقيق روتيني، وبيبقوا متفاجئين ان اتش خلص على العصابه كلها لوحده مع انه جايب 70% في اختبارات القدرات بتاعه الشركه. فبيقول لهم ان الضغط وفكره انه عاوز ينقذ زمايله هي اللي خلته مركز اكتر، عشان كده قدر ينفذ المهمه. وبعدها بيوروا له فيديو عمليه السطو اللي حصلت من فتره واللي مات فيها حارسين وشاب صغير، وبيسالوه اذا قدر يتعرف على وشوش حد من اللي في الفيديو. وفعلا بيبقى مركز مع حد من الموجودين، بس هو بيقول لهم ان هو ما يقدرش يتعرف على حد. وبعدها بيشكروه على المجهود اللي هو عمله وبيمشي. وبعدها بيظهر محققين الشرطه اللي كانوا بيحققوا مع اتش في العربيه، وبيكونوا بيكلموا رئيس الشرطه الفيدرالي وبيقولوا له انهم لقوا الراجل اللي كانوا بيدوروا عليه بقالهم 25 سنه، وان ده خطر على الفلوس اللي هو بيحميها. فالرئيس بتاعهم بيقول لهم ان اتش مش مهم عنده الفلوس، وان هو جاي هنا لهدف تاني خالص، وبيطلب منهم انهم يسيبوه في حاله وانهم يتعاملوا معاه كانه زي اي حارس عادي في الشركه. وبتحس من كلامه ان هو عارفه معرفه شخصيه. وبعدها اتش بيروح البيت وبيلاقي صاحبته جايبه له كل الملفات بتاعه الموظفين اللي شغالين في الشركه، وكمان تشريح الجثه بتاعه الشاب الصغير اللي كان في حادثه السطو الاولانيه. وطبعا احنا هنعرف هو بيجمع كل الملفات دي ليه قدام. وبيجي تاني يوم والحراس بيرحبوا بيه بسبب العمل البطولي اللي هو عمله. وبعدها ب3 شهور بيكون طالع في مهمة، وفجأة بيهجم عليهم ناس مسلحين وبيبقوا عاوزين يسرقوا الفلوس اللي في العربية برضه، وبيضربوا كور ألوان على إزاز العربية والمرايات، وإتش وبوليت ما بيقدروش يشوفوا أي حاجة. وبعدها بيحدفوا قنبلة دخان جوه العربية، فبوليت بيخرج لأنه اتخنق،
والحراميه بيثبتوه واتش بيخرج لهم من باب العربيه اللي ورا وبيقف قدام افراد العصابه، وفجاه بيترعبوا منه والقائد بتاعهم بيامرهم انهم يخلوا المكان بسرعه ويمشوا. وبعدها اتش بيرجع الشركه بعد ما انقذ الفلوس للمره الثانيه وبيحققوا معاه، لان مش معقول يعني العصابه هتهرب بعد ما العربيه بتاعت الفلوس كانت مفتوحه قدامهم وكان ممكن يسرقوها بسهوله. بس طبعا بيشكروا اتش على المجهود اللي هو عمله، والمدير بيقول له ان هو مجتهد في شغله وغالبا هيترقى قريب. وبعدها بنشوف بوليت وديف وهم قاعدين مع بعض، وبوليت بيشرح له اللي حصل اثناء عمليه السرقه، وبيقول له ان الحراميه اول ما شافوا اتش اترعبوا وكانهم شافوا شبح، وتحس انهم عارفينه وشافوه قبل كده. وفي الوقت ده اتش بيروح يثبت ديانا زميلته في الشركه بعد ما يفتش الشقه بتاعتها، وبيسالها كل الفلوس اللي معاها دي جابتها منين، فبتردش وما بترضاش تتكلم. فبيقول لها لا ركزي معايا بقى كده لان انا مش بهزر معاكي، وبيروح ضارب جنبها طلقتين عشان يخوفها. فبتروح قايله له انها سرقت الفلوس دي من الشركه لما الحراس وصلوا بالعربيه وسلموا الفلوس، بس هم نسوا الفلوس دي في العربيه فانا خدتها وهم مضوا على استلامها. فبيقول لها ان هو مصدقها وبيهددها، وبيقول لها انها لو اتكلمت هيقتل امها وابوها، وانه عارف مكانهم، وبيوري لها صور ليهم متصوره من اسبوع عشان ياكد لها كلامه. وطبعا هو جايب كل المعلومات والصور دي من خلال الملف اللي صاحبته جابته له. وبعدها بنرجع بالزمن 5 شهور لورا عشان نعرف اتش بيعمل كل الكلام ده ليه. وبيكون خارج مع ابنه وفجأة بيجيله اتصال من الناس اللي شغالين عنده، وبنعرف ان هو رئيس عصابة وقاتل محترف، وبيستأذنوا ان هو يراقب عربية نقل الفلوس ويعرف لهم الاتجاه اللي هي هتروح فيه. فبياخد اتش العربية وبيبقى ابنه معاه وبيركن جنب الشركة وبيقول لهم على الاتجاه اللي العربية هتروح فيه، وبكده المهمة بتاعته انتهت. وبيكون راجع لابنه في العربية لكنه بيلاقي عربية شركة الفلوس بتتسرق قدامه، والحرامية بيشوفوا ابنه وبينزلوه من العربية وبينيموه على الارض. وفي اللحظة دي اتش بيلمح الموضوع وبيجري ناحية ابنه، لكن واحد من الحرامية بيروح ضارب على ابنه نار وبيموته، وساعتها بيشوف اتش بيجري عليه برضه فبيروح ضربه بالنار هو كمان. واتش ساعة ما بيقع على الأرض بيلمح وش اللي ضرب عليه وبيقدر يحفظ شكله، وبيتنقل على المستشفى وبيفوق بعد 3 أسابيع، وبيتضح إن خلال المدة دي الدكاترة شالوا من جسمه 3 رصاصات وعملوا له 3 عمليات عشان يقدروا ينقذوا حياته. وطبعا بعد ما بيفوق ما بيقدرش يسامح نفسه وبيبقى حاسس بالذنب لأنه كان سبب كبير في موت ابنه. وهو خارج من المستشفى بيقرر ان هو يدور على العصابه دي في كل حته عشان يدفعهم الثمن. وبعدها بنشوفه قاعد في العربيه مع رئيس الشرطه الفيدراليه وبيساله عن اي معلومات تخص الحادثه، فبيديله شويه اسماء عصابات عشان يدور فيهم. وبيجمع اتش رجالته وبيطلع على كل العصابات اللي موجوده في المدينه وبيخلص عليهم واحده واحده، لكن للاسف مفيش ولا واحده فيهم ليها علاقه بموت ابنه. بس واحد من رجاله اتش بيقول له انه اكيد عمليه السطو دي حصلت بمساعده حد من الحراس اللي جوه شركه النقل. فساعتها اتش بيزور هويته وبيعمل ملف كامل وبيقدم في الشركة عشان يدور على الراجل ده بنفسه، وانه ساعة ما واقف قدام بطايق زمايله كان واقف عشان يصورها ويبعتها لصاحبته عشان تجيب له كل المعلومات عنهم عشان يقدر يوصل للخاين اللي جوه الشركة. وبعدها بنروح وبنتعرف على كل افراد العصابة اللي قتلت ابنه، وبيكون رئيسهم واحد اسمه جاك، وبنعرف ان كلهم جنود سابقين وانهم شغالين دلوقتي في وظايف ما بيجيبش فلوس كتير وكمان مش حاسين بقيمة نفسهم فيها. فبيقرروا يسرقوا الفيلا اللي صاحبهم شغال فيها وهو بيساعدهم وبيعرفهم كل المداخل والمخارج بتاعة المكان، وبيروحوا وبيسرقوا كل الحاجات اللي موجودة من ساعات وفلوس، بس بيلاقوا ان تمن الحاجات دي كلها حوالي 100,000 دولار، وبتكون الفلوس دي قليلة جدا بالنسبة لهم، خصوصا انها تتقسم عليهم كلهم بالتساوي. فطبعا الحوار ما بيعجبهمش وبيفكروا يعملوا عملية سرقة اكبر، وبيقرروا يسرقوا عربيات النقل بتاعة الفلوس. وفعلا بيخططوا كويس وبيروحوا وبيثبتوا الحراس وبياخدوا العربية وبيخرجوا من المكان بكل سهولة. بس طبعا لان البحر بيحب الزياده بيقرروا ان هم يسرقوا عربيه فيها فلوس اكتر بمساعده واحد من جوه شركه فورتيكو. بس المشكله في العمليه دي انها هتبقى مكشوفه وهتتعمل في الشارع، فلازم يكونوا مخططين كويس جدا. وبعدها بيجهزوا كل حاجه بتلاقيهم واقفين في الشارع ولابسين لبس عمال بناء ومستنين العربيه لحد ما تيجي. بس فجاه بيلاقوا عربيه ركنت قدامهم، وبتكون العربيه دي بتاعت اتش وابنه. وبعدها بيحصل الموضوع اللي احنا عارفينه، وان العربية بتيجي فبيوقفوا قدامها عربية تانية وبيطلعوا الحراس، وواحد من افراد العصابة واسمه جان وهو اللي بيبقى مثبتهم، لكن الحراس طبعا بيبقوا عايزين يشغلوا دماغهم فبيلف وبيبقى عايز يهجم عليه، فجان بيقوم ضارب عليه هو وصاحبه وبيقتلهم. وابن اتش طبعا بيبقى حظه فقر لانه بيبقى قاعد في العربية وبيبقى شايف كل حاجة، فبيروح مطلعه من العربية وبيقتله هو كمان عشان ما يبقاش فيه اي حد شاهد على اللي حصل. وبيضرب نار على اتش وبيسرقوا الفلوس وبيهربوا من المكان. وبنروح بقى للوقت الحاضر والعصابه بتتجمع تاني وبيخططوا لعمليه سرقه اخيره، واللي لو نجحت هيقدروا يسرقوا فيها اكتر من 150 مليون دولار، وده لان كل العربيات هتجمع الفلوس جوه المخازن، وشريكهم اللي جوه الشركه هو اللي هيسهل لهم الدنيا ويعرفهم اماكن الحواجز الامنيه وعدد الحراس والمواعيد اللي الفلوس هتوصل فيها. وبيجي يوم العمليه وبيكون اتش راكب العربيه مع بوليت وراجعين بعد ما خلصوا عمليه كالعاده،
فبوليت بياخد راحته معاه في الكلام شويه وبيقول له ان هو ليه صحاب بيساعدهم من فتره للتانيه وهم برضه بيساعدوه، وان هو اللي ساعدهم وعرفهم ازاي يدخلوا مجال سرقه عربيات الفلوس، وان هو شغال معاهم كمعاون داخلي في الشركه، وان هو اللي بيحدد لهم العربيات اللي فيها فلوس اكتر وبياخد نسبه من الفلوس بتاعه العمليه، وان في عمليه هتحصل النهارده. وبيقول له ما تشغلش دماغك وتحاول تقاوم لان المسدس بتاعك فاضي ومش هتعرف تعمل حاجه. بس اتش بيبقى قاعد ومش فارق معاه حاجه وبيحس بالانتصار لانه عرف الخاين اللي جوه الشركه ودلوقتي هيقدر يوصل للعصابه اللي قتلت ابنه. وبعدها بوليت بيروح مقفل الكاميرات والمايك اللي جوه العربيه وبيحود وبيخش جوه مخزن، والعصابه بتكون موجوده هناك وبيقعدهم جوه العربيه عشان يقدر يدخلهم الشركه بسهوله. وجاك رئيس العصابه بيحذر اتش وبيقول ان هو يقتله لو عمل اي تصرف مش عاجبه. وبعد كده بيتقسموا مجموعتين، مجموعه جوه العربيه بتاعه الشركه ومجموعه تانية بره بتستنى لحد ما البقيه يدخلوا الشركه. واول ما بيوصلوا بيبداوا يسيطروا على المكان ويثبتوا الحراس وياخدوا منهم الاسلحه بتاعتهم، وبعدها بياخدوا اتش وبينيموه على الارض وبيوقفوا واحد معاه عشان يتاكدوا ان هو مش هيتحرك من مكانه. وفي اللحظه دي حارس البوابه بيفعل الانذار وبيبدا الحراس يضربوا نار على الحراميه، بس مفيش اي حاجه بتاثر فيهم لانهم عاملين حسابهم ولابسين بدل مضاده للرصاص. والحراميه بيقدروا يخلصوا عليهم وبيفتحوا البوابه وبيجي بقيه زمايلهم من بره وبيبداوا يلموا الفلوس ويحطوها في العربيه، لانهم قدامهم 8 دقايق بالظبط على ما قوات التدخل السريع توصل وتحاصر المكان وتحاصرهم جوه. وفي اللحظه دي واحد من الحراس بيتهور وبيضرب نار من بعيد، فاتش بيستغل حاله الفوضى وبيقوم موقع الراجل اللي بيراقبه على الارض وبيقتله وبيلبس البدله بتاعته وبياخد المسدس وبيبدا يقتل فيهم، وبيعين موبايل في شنطة الفلوس وبيروح يكمل عليهم ضرب وبيمسك الراجل ده وبيبقى خلاص هيضربه بالمسدس، بس المسدس بيطلع فاضي فبيروح ساحب السكينة بتاعته وبيركبها له في رقبته. وفي اللحظة دي ديانا وصاحبها بيبدأوا يضربوا نار على الحرامية، فبوليت بيروح رايح لهم على أساس إن هو صاحبهم وبيطلب منهم مسدس، واول ما بياخدوا منهم بيروح ضارب ديانا وصاحبها بالنار. وفي الوقت ده الرصاص اللي في الرشاش بتاع اتش بيخلص، فبوليت بيلاحظ وبيغربله لحد ما بيوقعه على الارض، وبعدها بيروح ناحيه ديف وبيقول له يا اسطى اطلع يا اسطى انا بوليت ما تخافش، واول ما بوليت بيشوفه طالع بيروح مغربله بالرشاش هو كمان وبيموته. وبعدها بيركب في العربيه وبيبقوا ماشيين وبيتكرر نفس المشهد، وان اتش بيبقى واقع على الارض وبيشوف نفس الشخص اللي قتل ابنه سايق العربيه وبيهرب من قدام عينيه. وبعدها الحراميه بيخرجوا من المكان وبيبقوا مجهزين هيهربوا من الشرطه ازاي، وبيدخلوا جراج وبيرفعوا الحواجز وراهم عشان الشرطه ما تعرفش تدخل لهم، لانهم عاملين حسابهم انهم هيهربوا من الانفاق، والانفاق دي الشرطه ما تعرفش عنها حاجه لانها ما عادتش بتظهر في الخرايط من الخمسينيات. وبيبقى الرئيس بتاعهم مصفي رقبته، فجان اول ما بيشوفه كده بيستغل الفرصه وبيموته. وبوليت بيساله الرئيس راح فين، فبيزعق له وبيقول له ان هو مات بسبب النزيف. وبوليت بيبقى شاكك فيه بس هو بيمشي معاه لحد ما بيوصلوا لاخر النفق، وجان بيروح مفاجئه وبيقتله هو كمان عشان ياخد كل الفلوس بتاعت العمليه لنفسه، وبيروح محمل الفلوس كلها في العربيه وبياخدها وبيطلع على بيته، والمعلم بيكون فاكر ان هو كده خلاص فلت من الموضوع، لكنه فجاه بيلاقي فيه موبايل بيرن وبنكتشف ان هو موبايل اتش اللي حطه في الشنطه عشان يقدر يتتبعهم لو هربوا منه، وبيظهر له وبيقول له رد على الموبايل يا اسطى ما تقلقش، وبيحذف له الملف بتاع تشريح الجثه بتاعت ابنه، وبيقول له ان انت ضربته الطلقتين الاولانيين في الرئه والثالثه والرابعه في الكبد والطحال والخامسه والسادسه في القلب. وبيبدأ بقى يتسلى عليه ويضربه بنفس ترتيب الرصاص لحد ما بيضربه طلقة في قلبه وبيخلص عليه، وبيخرج من المكان وبيقابل رئيس الشرطة الفيدرالية وبيقول له ان انا خلاص كده الشغل بتاعي خلص هنا، وبيركب العربية وبيمشي من المكان. وبكده بينتهي الفيلم. سلام.